أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أراه على حضراتكم من الفضائية الإريترية، أستهلها بأهم وأبرز العناوين. جهود لتقوية تأطير المعلمين. تقديم خدمات مشهودة في أرعته. تقديم إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال الغاز الروسي بالروبل. روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا. ومقتل 13 شخصا جراء نشوب حريق بمنطقة سياحية في تايلاند. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطنان بفيروس كورونا، وكانت الإصابات من ميتمني وكرن. في غضون ذلك شفي 6 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,118، شفي منهم 9,906 وتوفي 103، فيما يتلقى 109 من المرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 7 أغسطس لعام 2022. أفادت جمعية المعلمين بأنها تعمل لتقوية تأطير المعلمين وتعزيز مساهمتهم المهنية. وقال رئيس الجمعية الأستاذ سيمون محري لوكالة إرينا إن الجمعية تضم حاليا أكثر من 29 ألف معلم وتعمل لتحقيق رؤى المعلمين. وذكر أن الجمعية تعمل بقوة لجعل المعلم يساهم في بناء الأجيال باعتباره المشارك الأساسي للنماء وتطور المجتمع. وأوضح أن تطور التعليم يتطلب مشاركة كافة الجهات المعنية، ولكن المعلم هو الطليعي في ذلك، ويجب العمل لرفع قدرات ومستوى المعلمين. وتشير وثائق وزارة التعليم إلى أن الاستثمار الكبير الذي جرى في التعليم خلال 34 سنة رفع عدد المدارس من 280 مدرسة أكاديمية وواحدة فنية إلى 2142 مدرسة أكاديمية و7 مدارس فنية حاليا، و78% منها شيدت في المناطق التي كانت محرومة من التعليم. وحول عدد الطلاب ارتفع عددهم من 200 ألف إلى أكثر من 650 ألف طالب. أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية أرعته في الإقليم جنوب البحر الأحمر الممرض أحمد علي تطور الخدمات الصحية في المديرية، وأوضح وجود مستشفى عمومي و3 عيادات ونقطة صحية تخدم أكثر من 20 ألف من السكان، مشيرا إلى أن الاستثمار الجاري في القدرات البشرية والمعدات الطبية ساهم كثيرا في تطور الخدمات الصحية. وذكر إدخال حاضنات الأطفال الخدج في مستشفى طيع العمومي ومعدات التحاليل الطبية في عيادة أيومين هذه السنة. وقال إن الاستخدام الكثيف للمؤسسات الصحية يعكس تنامي الوعي الصحي لدى السكان، موضحا ارتفاع المراجعة الصحية في المؤسسات الصحية بنسبة 24% في الأشهر ال6 الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع خدمات الأطفال دون السن ال5 إلى 47%، والمتابعة الصحية المنتظمة للأمراض المعدية إلى 60%. وأوضح الارتفاع المتزايد للحوامل التي يتم تحويلهن إلى مستشفى عصب المرجعي للحصول على خدمات العمليات القيصرية، داعيا لخلق أوضاع إدخال هذه الخدمة في مستشفى طيعو لإنقاذهن من متاعب السفر. يقوم سكان ضاحيتي وكي وزاجر في مديرية سرجقة بأنشطة تشجير واسعة لإنجاح الحملة الخضراء. وأوضح مدير ضاحية زاجر القسطس فاسلاسي كوخوب بدء النفير من شهر مارس لبناء المدرجات وقرص حوالي 4000 شجرة من الزيتون والصنابر والبان. وذكر مدير مديرية سرجقة سيد كفل مريم قبر مسقل أهمية أنشطة النفير الجارية والإمكانية الكبيرة لنمو شتول الأشجار لزراعتها مع موسم الأمطار
الأمطار، مشيدا بنفير التنمية التي تقوم بها 28 قرية في المديرية. من جانبه أوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد أبراهام برهانة زراعة الأشجار في مساحة 155 هكتارا، بالإضافة إلى إصلاح مساقط المياه والحفاظ على المياه. في غضون ذلك يعمل الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية في برامج حماية التربة وحفظ المياه والتشجير في 7 مواقع من العمل. تجدر الإشارة إلى زراعة حوالي 270 ألف شتلة من الأشجار في سرجقة عموما هذه السنة. أعلنت جمعية السلامة المرورية عملها النشط للتوعية المرورية ومكافحة الحوادث. وقال رئيس الجمعية السيد ستيفانوس هابتماريام إن الجمعية الطوعية تأسست لمكافحة الحوادث المرورية بالتوعية، وذكر بأن أكثر من 90% من الحوادث المرورية ناتجة عن الإهمال، وللحد من ذلك يجب على المواطنين اتباع توجيهات طلاب الحملة التنموية الناشطين في السلامة المرورية باهتمام ومنح السائقين الأولوية للمشاة. وأوضح العمل مستقبلا لتركيب مرايات السلامة على طريق أسمر كرن وتنفيذ مشروع توعية النقل العام في إقليمي القاش بركة وعنسبة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السرعة العالية والتحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة. وأشارت الجمعية أن الحوادث المرورية التي وقعت في السنوات العشرة الماضية أودت بحياة 117 شخصا وإصابة 591 بجروح بليغة و1173 بجروح طفيفة. استشهد يوم 5 من أغسطس مسؤول حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم المناضل أبراهام برهي جبر السلاسي عن عمر ناهز 72 عاما جراء مرض فجائي. التحق المناضل أبراهام برهي في صفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مايو من عام 1975، وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة وكمدرس في مدرسة الثورة في مدينة كسل السودانية، ومدير مدرسة اللاجئين في معسكر سمسم في السودان. وبعد الاستقلال خدم مديرا لمصنع منتجات وزارة التعليم ومديرا لمدرسة دندن الثانوية، ومن شهر يناير 2001 وحتى استشهاده مسؤولا عن حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم. المناضل أبراهام برهي متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه السرى ظهر اليوم 7 من أغسطس في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وتعرب وزارة التعليم عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل أبراهام برهي، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال المحادثات في سوتشي على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل. وقال نوفاك في تصريحات أوردتها وكالة سبوتينغ الروسية للأنباء: اتفق الرئيسان على أن نبدأ إمدادات الغاز الجزئية وسيتم الدفع بالروبل، منوها إلى أن روسيا في الوقت الحاضر تزود تركيا سنويا بنحو 26 مليار متر مكعب من الغاز. وأكد الرئيسان الروسي والتركي في بيان مشترك عقب الاجتماع في منتجع سوتشي على البحر الأسود على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه نصا وروحا بحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحبوب التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ومن بينها تصدير الحبوب الروسية دون عوائق. أعلنت روسيا أنها طردت 14 دبلوماسيا بلغاريا ردا على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو في أوج خلافات حول النزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفا في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا.
وغادرت طائرتان روسيتان بلغاريا الشهر الماضي وعلى متنهما عشرات الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم وسط عملية طرد جماعي أدت إلى تصاعد التوتر بين البلدين المقربين تاريخيا. وأعلن قرار الطرد البرغالي رئيس الوزراء بالإنابة كيرل بيتكوف، والذي اتخذ موقفا صارما ضد روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون جراء حريق في ملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك، وفق ما ذكر مسعفون محليون. يظهر مقطع فيديو نشرته فرق الإنقاذ المبنى مشتعلا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف. وكثيرا ما يتم تجاهل قواعد السلامة الأساسية في تايلاند، الوجهة الشهيرة بالنسبة إلى السياح الغربيين والأسيويين. وكان حريق اجتاح خلال ليل رأس السنة في 2009 ملهى سانتيكا في العاصمة التايلاندية، ما أوقع 67 قتيلا والكثير من الجرحى وبينهم أجانب. بطول 74 مترا صنع طهاة في مهرجان تورتا 17 السنوي في المكسيك أطول شطيرة تورتا احتوت مجموعة من النكهات والتركيبات المحلية، واستطاع الطهاة صنع الشطيرة الطويلة والانتهاء منها في وقت قياسي بلغ 2 و9 ثواني، لينجحوا بذلك في كسر الرقم القياسي لأطول شطيرة تورتا. ويوفر المعرض الذي يقام في مكسيكو سيتي فرصة للطهاة المحليين لتحقيق الأرباح والترويج لأعمالهم، خاصة بعد الركود الذي يواجهونها أثر إغلاق محالهم بسبب الجائحة. وتختلف شطيرة التورتة عن الشطائر التقليدية بحجمها الكبير واحتوائها على مجموعة من المنتجات. مشاهدينا الكرام، ختاما للنشرة نذكر بالعناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا. جهود لتقوية تأطير المعلمين. تقديم خدمات مشهودة في أراتا. بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال الغاز الروسي بالروبل. روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا. وأخيرا مقتل 13 شخصا جراء نشوب حريق بمنطقة سياحية في تايلاند. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشر. شكرا لكم على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم.